انا طلعت على بعضها، تحقق معي وطلعت على بعضها يعني سالوني طبعا تحت شو بتعمل شو بتشتغل وشو كذا، قلت لها انه بتشتغل بالدعاره وبتظهر مصاري وهيك. فقال كذاب انت وعم تقول انه مخدره. قلت له اوكي، دقيت على صاحبي جاب لي الفيلم كامل واعطيتهم اياه شافوا انه انا مخدر مش هي. انا يمكن ريحتي بتخدرها، غير هيك لا. هي سربته وقالت لي حتتوقف انت، قالت لي ارفع دعوه انا اتشكى، هيك طالب مني المحامي عمر عمار انه لازم اتشكى. احنا قلنا احنا متفقين، قلت لها متفقين على شو كذا. انا لما كان عم يدق لها العقيد تبع قصر المخدرات، بعتقد عقيد شيء عميد ما بعرف شو الاسم، دق لها عم بيقول لها تعال عنا على المكتب وما تعطى لهم، بس انه تعال بس لنشوف شو انت متضايقه على الصبي انه هو مخدريك وعامل فيكي هيك، تعال بس سبت الشكوى لانه صار عنا الصبي ما بدها تجي. قالت له خلص بدي اسحب الشكوى. قال له ما في تسحب الشكوى، شو لعبه نحن جبنا الصبي وعلقنا الصبي مسحه، يعني عم تمزح انت مخدريك، بتعرفي شو فيها هيدي؟ يعني اذا اصلا مخدرات بيطلع منه 7 سنين ومخدر وحده ونايم معه، يعني اللي حكيته كثير هبل. لما طلعت نانا خبرت وكذبت وعيشت الموضوع، كنت انا برفع دعوه على نانا بقشطها 100,000 الباقيه معها. هلا برفع دعوه شرف، انا كيف دعيت علي انه مخدرك ونايم معك بالقوه ما بعرف شو. الاربح انه ما ارفع دعوه عليها وضل لحياتي ضل الا انت قلبي، يعني هذا الاربح، لانه بربح الدعوه بس بعد الدعوه ما في شيء مضمون يعني. هي اقوى صوت سكربينتها هيدي بس الفكره. معقولة انا فوت على اللي عم احكي انا وياه يصدقني بين ما فايتة نانا واقفة قدامه. انا بس ظهرت بالحبس قالت لي انا نانا. قلت لها صار لي 6 ايام انا بس يعني محل انساكي. هلا قصدي انه نانا شفتك في ظهرتك بسرعة، قوصتني وما توقفت، كنت قايم دعوة وصار نزل الفيلم وما توقفت انا وبرضه ما طلعت، بس من حبيش طلعت على بعبدة، ومن بعبدة بلا قضيت تحقيق شي ساعة 2 يمكن طلع اسروري فل على البيت. فعندها علاقات مع الكل، بتسير الكل. هي انا بعمل لها بس كل اكثر شيء يعني بدي اقول بترد علي. اين انت؟ لو اكيد بتنشر هيك اللي احنا عاملينه برايفت لنا عم نتسلى ونضحك وهيك، وانت تجي يعني بعدك بتقولي لي انت بتنشر، بعدك عم تقولي لي انت عم تنشر. انا يا حبيبتي لو بدي انشر، انا لو كان معي فيلم انا كنت بعته، مش مثلك عملتيها ضرب حمراء انت رحتي وزعتي بلوتوث. انا كنت بتوزع الشكل والمنظر اللي مصوريتي. لا ومين ما عندك وحده كنت بحتفظ فيه على ليه، كنت استفزيتك وبطل لي منك شي 100,000 مثلا لما نزلوا كرمال ابنك وجوزك وما بعرف شو. بس خلص كفايه عيب، ما بتبطل اسلوبك الزباله. انت ما بتحبي الا هيك، انت ما بتحبي الا هيك حياتي. تعالوا على اساس بدك تقطعي وسنين وتبعتي لي مصاري، ليه ما رحتي؟ ولا بعيد عليكي؟ انت بالتاكسي هلا اليوم بحكيك، هلا شفتك ببعث لك عم بقول اوكيشن ولا شو هيدي مفايدة حعيش عمري كله وانا عم بحلم ضلني نايمة. انت بتعرف قد ايه بحبك، قد ما صار فينا وقد ما انت دللت علي وقد ما توطيت، بس ضلني بحبك يا خليل. شيء بالقلب مش بايدي، يا ريت لو في غير قلبي، اول اللي عملته شلتك منه. اي والله شكلك قصرت كثير. قصرت ايه؟ لا ما بقلبك والله العظيم، بتضحك بس حتى انسى همومك. كلنا بحدا توقع فيهم شو كان حيعمل، كان على اساس مسحه وهلا من محل وهلا من محل. خبريني يعني مبسوطين فيه، شيء جديد عرفتي؟ انا جد قلبي فيه بعد الفيلم، بس انه ما بس عم يخلينا اوقات انحرج بمطارح، يعني عم بروح على مطارح عم بدور الفيلم قدام، مثلا بروح على اي كافيه اذا حدا معه الفيلم بدور بعلي الصوت، وهذا انتحار صير طلع فيه مسائل. ما مبرر، انا ما شايف حالي عامل شيء لحتى برر للناس. تقبلوا يا فيلم، تقبلوا ما تقبلوا يستفلوا، اصلا ليه منشور يعني؟ اذا هالقد عم ينتقدوا ليش كل واحد معه اياه على تليفونه واللي ما معه اياه عم بدور عليه ليجيبه يشوف معنا وخليل شو عاملين. في حدا ما معه اياه انتشر بجامعة بالمدرس كلها. هلا كان صحيح ولا مش صحيح ما حدا عم يعرف، يعني ليك الحلال ما عم بيجيب قليل، وانا عندي مسؤوليات يعني. اول شيء مسؤول عن حالي، ثاني شيء عن اخواتي الصغار. مال ما في مال حرام وما في مال حلال، المال مال، هو المال بحد ذاته حرام. اذا بصير لي اي فرصه اصور فيلم ثاني ما عندي مشكله، بس ما عندي اي مشكله، بس مش بلبنان، لانه هون حارجع انام 6 ايام.
برا بتجوزها ما عندي مشكله. اذا عم تفوت لي مره، انا كيف ما كان في مره عم تفوت لي بالشهر 6-7 آلاف بتجوزها، شو هالمشكله يعني؟ تلاقي فيها مشكله انت؟ هيك شاربني قابض، شو بدك احلى من هيك؟ سوري يعني. سوري يا مشاهدين يعني. يا خلينا عم تنشر على الانترنت بتخاف الله فيي بقى، ولك عندي ولد صغير بتخاف الله. يا اخي مين قال نشروا على الانترنت؟ اصلا ما هون يدي مصر وقال لي صحافي عارفي وما بعرف شو. ولك مين خربت بيتي؟ ولك انا شو عملت؟ انا اختربت بيتي واختربت حياتي، انا خربت لك بيتك بقى، انا كل اللي عملته تحت جربت بس اظهر من التكسير. ما بدك تنشروا اكثر يا خليل؟ هيك صار مع العالم ولا ما صار مع العالم؟ هلا او بعدين؟ خلصي منه بسرعه، خلص ينتشر يا اختي بكل انحاء الدول. شو هون انت كده انحاء الدول؟ انت مجنون انت عم تاذي حالك وتاذيني. لك عيب عليك يا خليل، عشنا انا وياك 4 سنين بدك تيجي انت تنشر عبدي وعبدك مع بعض، كنا عايشين احسن ايام. لو قرعت لك شعرك كمان كان اخترب بيتي. يا ريتك قرعت لي شعراتي، يا ريتك، بس ما عملت فيه هيدي الفضيحه. يا ريتك، انا عندي ولد صغير الله لا يسامحك. طبعا هيدي مقتطفات من حوالي ساعة و30 دقيقة أو 20 دقيقة، وطبعا الاتصال اللي